اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبنا في قناتكم، قناتنا أرياف ومدن. هنعمل مع بعض النهاردة بقى شوية قراقيش على شوية كعك حلوين كده. حاجة كده من ريحة أمي وأمك. هنعمله بشوية مية وشوية دقيق وكوباية سمنة على شوية خميرة. هنطلع أحلى حاجات في البيت. طبعا الحاجات دي طبعا ممكن نحطها في اللانش بوكس نفطر بيها الصبح، كده سناكس ما بين الوجبات للولاد عشان الدروس. عندي مبدئيا كده كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، كيس بيكنج باودر، ذرة ملح، معلقتين كبار من السمسم ممكن تستغني عنهم، معلقة من حبة البركة ممكن تستغني عنها برضو. وهبدأ بقى اقلب حلو جدا جدا. الكلام الجميل ده نقلبه مع بعض علشان يمتزج البيكنج باودر بالمكونات والدقيق. لو اول مرة تشوفي قناتنا ارياف ومدن ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. عندي بقى نص كوباية او كوباية مية دافية، لان طبعا المج الكبير ده كوبايتين، فعندي كوباية مية دافية عليها معلقتين من السكر، عليها كيس خميرة. عندي كوبايتين من السمنة الدافية. هبدأ بقى اقلب وهنغلف الدقيق بتاعنا بالسمنة. نقلب كويس جدا جدا قبل ما نحط الخميرة بتاعتنا. طبعا احنا ركننا الخميرة على جنب علشان خاطر نشوف التفاعل بتاعها علشان ما نبوظش العجينة. طبعا لو انتي واثقة بقى من الخميرة بتاعتك ابدأي حطيها في الدقيق عادي جدا، بس طبعا الحركة دي بتطمنك ان الخميرة شغالة وكده. عندنا دلوقتي الخميرة بتاعتنا شغالة زي ما احنا شايفين كده واشتغلت. هبدأ اضيفها على المكونات بتاعتي. معلقة صغيرة من الخل. هبدأ بقى اقلب. عجينة القراقيش يا بنات بتكون لا هي طرية قوي ولا هي ناشفة قوي، بحيث تبقى سهلة التشكيل معاكي. هنسيبها بقى تخمر، نغطيها بفوطة نظيفة ونسيبها تخمر. عندي بقى العجوة بتاعتنا دي يا بنات انا عاملاها من الرطب. طبعا فصصته وحطيته في الشمس شوية، ويعني يومين 3 كده مغطياه بشاشة او طرحة خفيفة. وبعد كده حطيته في الفرن، اخد يعني البلح بتاعي نشف شوية، وبدأت فرمته بمفرمة عارفين انتوا مكنة البسكوت بتاعت زمان ومفرمة اللحمة دي عندي. فرمته بيها وطلعت العجوة بتاعتنا بالشكل ده. كان عندي بلح كتير جدا فبدأت فصصته. هنبدأ نشتغل بقى بشكل عشوائي، التقطيع والتشكيل بقى ده بتاعك انتي. ممكن تعمليها قرص صغيرة، ممكن تعملي كله كعك، بس طبعا بحجم صغير، بلاش الاحجام بتاعت ماما زمان دي. امي ربنا يخليها يا رب، كانت بتعمل الكعكة بصوا تاكلوا كعكاية ما تقدريش تكملي التانية، او ما تفكريش ان انتي تاخدي التانية يعني. كانت ايام خير والله يا بنات. يلا الحمد لله. هنبدأ نشكل بقى القراقيش بتاعتنا، حابة تعمليها صغيرة حابة تعمليها كبيرة. بصوا يعني شكلوا بقى بالطريقة اللي تعجبكم. وطبعا في اشكال جميلة جدا اللي هي اشكال فرم للتقطيع كده، تقطيع العجين دي حلوة جدا برضو. بس طبعا احنا بنعمل شوية قراقيش مش عايزين نصعب الدنيا على نفسنا. في ناس بقى بتخترع بتعمل كعب الغزال، في ناس من نفس العجينة يعني، ما تحاوليش، هي العجينة دي حلوة جدا جدا. هنبدأ نرص في الصاج بتاعنا، ومش هندهنه سمنة لان طبعا احنا عندنا كوبايتين من السمنة على المكونات، فاحنا عندنا كمية سمنة حلوة جدا، فاحنا مش محتاجين نحط سمنة في الصاج. هنبدأ بقى الرص. طبعا السمك بتاع القراقيش بتاعتك وانتي بتقطعيها حاولي ما تخليش سمك القراقيش بتاعتك تخين، علشان هي لسه هتخمر تاني. يعني احنا بنقطع وهنسيبها تخمر شوية كمان ونبدأ ندخلها الفرن. هنبدأ نغير بقى في التشكيل بتاعنا، نعمل شوية كعب الغزال كده، وبرش شوية سمسم علشان يلزق بقى في العجينة وتبقى عندنا بالشكل ده. طبعا التقطيع والتشكيل ده بتاعك انت يا ست الكل، اعملي بقى ونفذي براحتك. اهم حاجة العجينة بتاعتك تكون ناجحة، دي اهم حاجة.
العجينة بتاعتنا تكون ناجحة، ويعني المكونات بتاعتك مظبوطة. عايزة اقول لكم ما شاء الله والله يا بنات القراقيش بتاعتنا لا طالعة، لا هي دايبة قوي تتهري منك او تفرفت منك، ولا اللي هي ناشفة بقى تخبطيها في الحيطة ترد. لا لا، مفيش الكلام ده خالص. عارفين اللي هي دايبة حلوة كده زي بتاعت مامتي ومامتك، حاجة كده ما شاء الله بصراحة. مكونات حلوة جدا، اعتمديها وتوكلي على الله. طبعا انت كمان ممكن تستبدلي المية اللي انا حطيتها بلبن، بس عايزة اقول لكم ان المية حلوة جدا. سمعت ان اللبن بينشف القراقيش بتاعتك شوية، بس انا ما جربتش بصراحة. انا دي طريقتي المعتمدة طول الوقت بعمل بيها بصراحة. عايزة بقى تقللي الكميات، عايزة تعملي نص كيلو دقيق كده، حاجة تكفي فطار يومين 3. نص كيلو دقيق على كوباية سمنة على شوية خميرة على شوية زيت. ممكن كمان تستبدلي نص الكوباية بتاعتك نص سمنة على نص زيت، مش هتقول لأ، هتبقى حلوة جدا، بس هتبقى ناشفة شوية. فبقى شكلي براحتك ونفذي براحتك. انا هسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو كده وتستمتعوا. طبعا كل ده علشان خاطر اخواتنا البنات اللي لسه بيتعلموا يعملوا الحاجات. فانا سبت الفيديو ان انا طول الفيديو انا فاتحه الكاميرا بصراحه، يعني انا ما قصيتش منه حاجه، انا سرعت بس. طبعا انا لو سبته هيعمل بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع، فده طبعا الوقت هيكون كبير جدا. فانا سرعت بس الفيديو شويه علشان ما يطولش على حضراتكم. انا هحط موسيقى بسيطة كده علشان خاطر طبعا يعني انا قلت كل المقادير وقلت كل حاجة في الفيديو. هشوفكم بقى في اخر الفيديو. استمتعوا بالفيديو ويا رب يعجبكم.
احنا هنا بقى بنخلص الكمية بتاعتنا كلها زي ما احنا شايفين كده، وسخنا الفرن، والتقطيع بتاعنا زي ما احنا شايفين عملت شوية كعك صغيرين كده على شوية قراقيش بقى وكعب الغزال، ونوعنا في التشكيل بتاعنا زي ما قلت لكم. طبعا احنا مسخنين الفرن قبلها تقريبا من ربع ساعة ل10 دقايق. وهنشوف في التسوية بتاعتنا دلوقتي. احنا خلصنا ما شاء الله الكمية بتاعتنا كلها. الكمية دي يا بنات من كيلو دقيق زي ما احنا شفنا في بداية الفيديو. ما شاء الله يعني لا قوة الا بالله، حاجة كده زي الفل ما شاء الله. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم ومطولش عليكم. والعجوة ما شاء الله مالية القراقيش بتاعنا، يعني مش حتة صغيرة كده، لان طبعا كانوا بيشتكوا عندي من الحتة دي يا ماما، الحتة الصغيرة اللي انتي حطاها دي. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. بشكركم شكرا ليكم. سلام عليكم. ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيكم. هستنى كل تعليقاتكم.